السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ هانيين؟ عواشر مبروكه ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحه والهنا ان شاء الله. اليوم الفيديو تاعنا جينا نشاركوا معكم التقنينات ديالنا، كيفاش كنعتنيو بهم، كيفاش كنقيو عليهم، كيفاش نعطيهم ياكلوا، شنو هذه وهذه. في الاول الصراحه ما كانتش هوايه ديال التربيه، كانت هوايه يعني كنا جبنا غير واحد ذكر واحد نسوه غير صغيورين، يعني كانت غير نقولوا كيما نقولوا بحكم الاعجاب وصافي. من بعدها يعني دوك كبروا بقاو يولدوا صافي، ولات هوايه نتاع هكا تربيه تاع القنينات وهذه. ودابا ما يعني كنديرهم حنايا على حساب الماكله، يعني كيكبروا كيوصلوا لواحد اللاج كنذبحوهم على حساب الماكله وصافي، ماشي يعني حساب شي حاجه. دابا غادي نقيو عليهم كما كتشوفوا بحال هكذا. عندنا التنقيه ديالهم تقريبا نهار ويومين. لا هادو هنايا هاد الجهه فيها غير الصغار، ماشي الصغار بزاف، مي دوك يعني دوك الصغار اللي يعني يقدروا يبعدوا على امهم. هذا كانوا اقل من هكذا وجبناهم لهنايا بحال هكذا. كنقيو عليهم تقريبا كما قلت يومين في السيمانه، نهار ويومين. لا يعني بصح في المشتا يعني كانت تقريبا يوميا، حيت كتكون الماء وكيترون داكشي وكيتوسخوا على داكشي. يعني هكذا بنقيو عليهم. باقي في الجهه الاخرى باقيين المواد دوك الكبارين، يعني المواد اللي كيولدوا هاد الصغيورين معاهم وحدين صغيورين، يعني مازال ما يقدوش يفرقوهم، مازال صغار، الا في عمرهم شي 20 يوم هكذاك، شهر ما كاملاش. المهم هنا مورا ما نقيت عليهم، ها هما كما كتشوفوا. قلت دابا غادي نعطيهم الماكله ديالهم والماء ديالهم. الماكله عندهم ماكله تقريبا، عندهم فصه، عندهم الخبز، عندهم الخبز اليابس، عندهم الزرع، وعندهم النخاله، وعندهم واحد العلف واحد اخر سميته شمندر، وقيله سمندر ولا ما عرفتش شمندر هذاك كيعطيهم. عندهم ماكله ديالهم منظمه في الوقت واش كياكلوا. يعني دابا خصهم ياكلوا شويه تاع الفصه يعني فاش كيكون الجو هكذا يعني مشمش والجو زوين، ما كنخليهم غير هنا في هاد البلاصه. ولكن فاش كتكون الشتاء كنحاولوا اننا ندخلهم لواحد البيت هنايا عندنا في السطح، كنجمعوهم كاملين وكندخلوهم حيت كتكون الشتاء وهما كيتوسخوا وكيتمرمدوا، كندخلوهم للبيت. دابا مورا ما حطيناهم الماء ونقينا عليهم، غادي نعطيهم دابا الماكله ديالهم. فاش كيكون فيهم الجوع كيجيو هما حتى لعندك، فاش كيكونوا شبعانين ما يقربوكش كاع، يدير المصلحه حتى هو. هاك اللي بغات شي قنيه مرحبا. هكذا كلشي تقريبا غادي يجي يبقاو ياكلوا، حيت عندهم في الفطور كيف كنفطروهم بالخبز يابس ونعطيهم الزرع بحال هكذا مع داك الجويه 2:30 3 4 كنعطيهم الفصه. في الليل عاوتاني كنعطيهم داك القشور ديال الخضره اللي كيكون في النهار، وكنعطيهم هذاك العلف كيرطب، خصو يرطب في الماء باش كيتحل، واحد سميتو الشمندر باش كيتحل، باش يعطيهم. بالنسبه للصغار ما كنكثرهمش بزاف، كنعطيو بزاف للكبار، حيت الكبار خصهم الحليب، يعني الكبار فاش كيكونوا والدين كيكون خصهم الحليب ضروري باش كنعطيوهم هذاك. وعندهم واحد الماكله عاوتاني واحده اخرى خصوصيه للبناين الكبار باش يديروا منها الحليب على ود الصغار فاش يرضعوهم. هم دابا كياكلوا منظر زوين، حتى في الماكله زوينين بنان الصراحه، فيهم واحد الماكله يا سلام. تقريبا اغلبيه قالوا لنا ما نصحوكمش باش ديروهم فوق السطح، حيت قال لك عندهم واحد في لي زيرين ديالهم عندهم واحد النسبه تاع البي اش، واحد الحموضه فاش كيطلقوها كتفرع، يعني كتفرع على الارض وكتفرع هكذا. قال لك يعني هما يطبقوا غير في التراب، ولكن الحمد لله حنا نهار جبناهم يعني الصراحه يعني ما لقينا معاهم حتى شي ضرر حتى شي حاجه، عاديين كيما جبناهم زعما الصراحه. انا تقريبا يعني كنستعملهم هكا. دابا حنا نوجدوا هادو رمضان ان شاء الله، يعني وجدوا واحد الخمسه ذبحناهم ودرناهم في كونجيلاتور. بصح هادو اللي باقيين شي حبات هنايا رحنا نستناو وجدوا تيقرب رمضان ان شاء الله. هاد 11 يوم ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه باقيه له، ولا 12 يوم ونذبحوهم ان شاء الله. كنستعملوهم في رمضان بزاف بزاف تقريبا، يعني كيجيو معمرين بالروز، ولا تقدر هكا تحمرها، ولا تقدر ديرها يعني مقطع طروفه وتشويه، يعني كل مره وكيفاش كنديروا له. وهاد ثلاثه هما الامهات نتاع هذوك الفريخات اللي كاينين تما. كاينه هاد الكري هي الام الكبيره فيهم كاملين، المهم حتى دوك اللي راهم حداها،
وكان جبناها. الراجل ديالها كنا حيت الراجل ما كيبقاش بزاف، ما كيعيش بزاف، عنده عام ونص، ما خصكش تفوتوها له، يعني خصك يعني تبدليه. ولا حنايا فاش بغينا جبنا واحد من ولادها، حنا كنكبروا فيه وخليناهم يرتاحوا. واحد دابا هي اللي راها حامله، هذوك ما راهش حاملين حيت انفو ولدت حيدنا عليها الراجل، غير هي تقريبا الكري اللي راها حامله، هي اللي غادي تولد. هاد الولده ديالها وصافي، كانوا ولدت الكحله واختها، ولدوا تقريبا 8 وكانت ما كنا مسافرين، وفاش جينا لقيناهم دخلت عليهم الشتا. دوك الايامات اللي كانت طيح الشتا لقينا تقريبا دخلت عليهم الشتا وماتوا لهم تقريبا شي 8 ولا يعني كانوا ماتوا في المره 4 ورجعوا بس شي ايامات، يوم ولا 3 ايام، وبقاو هكذا. هذوك عاوتاني الاخرين غير هكا داهشين بحال اللي مرض مسخسخين صافي تماتوا تقريبا. بقاو لهم دابا عيشوا 9 من هذوك 16 ولا 16 كانوا 16 تقريبا ولا 17 عيسوا غير 9. دوك عاوتاني مازال مع مواتهم، هذوك مازال صغار، يلاه في عمرهم شي 15 يوم هكذا كل 20 يوم. بصح هذيك الكري الكبيره، لا هذيك الكري الكبيره تبارك الله ولادها كاع كتعيشوا كتهلا فيهم. بصح هذيك الكحله كما قلت لكم هما اللي ولدت يومها اللي ولدت كترضع، يعني الكحله وامها مثلا كيولدوا ترضع يا امها الكبيره يا الكحله كترضع، يعني كلشي كتجمع كاملين وترضعهم. والراجل كما قلت لكم يقول ما خصوش يوصل عام ونص، حتى عام ونص يتبدله. صافي حنايا كنا ذبحناه كانوا جايين شي ضياف وجانا في الطريق وذبحناه بعدا، ورحنا مخليين لهم واحد يكبر مولادهم. راه ما باقيلوش بزاف تقريبا، راه في عمره شي 4 شهور ولا غادي يكبر تاع الله هذاك باش يدير مع، واخا مازال يعني ما تاقلم معاهم، مازال كيضربوه. يعني هما ولفوا هكذا الكبار مع بعضياتهم، يعني فاش كنطلقوا عليهم الفروخه ولا فاش كتكون الشتا وكنحاولوا ندخلوهم البيت كانوا يضاربوا. الكبار كيحقروا على الصغار حيت ولفوا واخا ولادهم، يعني كيبعدوا عليهم واحد النهار ولا يومين صافي ما كيما نقول ما بقاوش عاقلين عليهم، كيشوفوهم بحال مضادين معاهم بحال هكذا. الله اكبر الحق، العصر راهي ودا واحد. ومع القنينات مربين حتى الكناري، يعني مورا ما مشاو لنا اللي كنا جبنا كلشي دقه واحده. كنا عاد سكننا في الدار، يعني كنا عاد تحولنا لها، كانت عاد تبنى تحولنا جبنا هادو الصراحه ما جبناهمش حيت كنا حنا تحولنا في المشتا، هما في المشتا كيكونوا كيموتوا، يعني خص ضروري هادو تجيبوهم في الصيف. يعني هما معروف في هذا واحد 12 شهر 12 1 2 حتى 3 غير بعدو من الشريه نتاع يعني بحال هكذا الطيور ولا حيت كيكون فيهم تما عندهم واحد المرض ديالهم في الساعه كيموتوا في هاد الشهور هادو الا ما كانش الدواء، يعني بلا ما تشريوهم. يعني حنا كنا تحولنا في راس العام جبنا القطوطه هما الاولى، جلسنا شي شهر ولا جبنا عاوتاني القنينه والقنين على اساس كيما نقولوا غير التربيه ديال الحيوانات الاليفه. كنا جبنا ذكر ونتوه تاع السيامو، وكنا جبنا ذكر ونتوه تاع القنينات، وكنا جبنا هادو حتى شهر 4 ولا شهر 5. كان ديك الساعه حتى مور رمضان، حتى داز رمضان كان داز العيد الصغير وكنا مشينا وتقديناهم. كنا تقدينا جوج بنفس الشكل، يعني وكانوا جوج فيهم خضيضه وواحد داك الملونين، ولكن كان عندنا مشكل واحد انها كتولد البيض كامل، كتولد تبارك الله ملي جبناها وهي كتولد واحد راها والده. كنا جبناها تقريبا في كما قلت لكم في شهر، المهم شهر 5 هكذاك، المهم العيد الصغار. كانت كتولد البيض كامل، كتفقس وحده والاخرين كاملين كيخرجوا بيضهم. ما كناش نعرفوا كيفاش كيتربيه. هي نورمالمون فاش كتجيبوهم ويولدوا البيضه الاولى اللي ديروا بلاصتها واحد البيضه نتاع البلاستيك، تولد البيضه الزوجه ديروا لها 2 بيضات تاع البلاستيك، البيضه الثالثه 3 البيضات تاع البلاستيك، باش فاش تجي تحضن عليهم باش يفقسوا تحضر عليهم يعني كامل دقه واحده. حنا كنا كنخليوها يعني البيضه اللي ولدتها تبقى فوقها وتزيد فوقها الاخرى وتزيد فوقها الاخرى، كتجيب تقريبا 10 ايام 15 يوم وهي غير كتولد. يعني كيكون مثلا البيضه الاولى بالذات كدير الفريخ، البيضه الزوجه مثلا كذا وكذا فاش كدوز يعني كتفقس غير البيضه الاولى كاع اللي ولدتها النهار الاول، الاخرين ما كيفقسوش حيت كيضيعوا. ما كان انفو كتحس هي بالفريخ ديالها راه يتكون في وسط الاخر، كيوصل لواحد مثلا كيوصل لواحد اللاج ديالو في البيضه كتحس به يعني راه بدا يتكون كتنوض، والاخرين كتخليهم كيضيعوا. وكان عندنا عاوتاني الذكر ديالها مريض، بدلناه وجبنا بلاصتو هذا الصفر هذا. يعني هذا راه لحد الان راه والده معاه 4 ديال البيضات، ان شاء الله يكون الخير. حنا دايرين معاهم ديك الطريقه نتاع نبدلوا لها البيض بداك البلاستيك باش نشوفوا. هما الماكله ديالهم عاوتاني الماكله ديالهم خصوصيه، هاد البشنه وكنعطيوهم التفاح، ياكلوا التمر، ياكلوا الشريحه داك الكرموس اليابس، ياكلوا عاوتاني
تحط لهم هكذا فاش كيولدوا خص ضروري تعطيهم البيض باش كيقش البيض مسلوق بالقشور ديالو، يعني البيض نتاع الدجاج تسلقيها وتحطيها لهم هنايا، بحكم انهم كيعجبهم هكذا باش كيقول لك باش تقصح البيضه ديالها في الولاده يعني ماذا بك تعطيها لهم مثلا كيعطوها لهم كيكونوا حاملين وفاش كيولدوا باش فاش تولد تقص البيضه ديالها تزيد قاصحه ومن تولد كتشبع وليداتها. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتفرحونا باللايك وشير ومتابعه ان شاء الله، وعشر مبروكه وباش ما تمنيتو بالصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي، والشفاء العاجل لكل مريض، وان شاء الله يا ربي يرحم موتانا ويحفظ احيائنا وان شاء الله يا ربي، ونتمنى ان شاء الله تكونوا تفرحتوا معنا واستمتعتوا. يلا بسلامه وتهلاو في راسكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه.